متوسط معيشة الفرد العادي المغترب في إيطاليا تتراوح من كام لكام، ومتوسط أسعار الرواتب ومتوسط الإيجارات؟ ماشي تمام. موضوع متوسط الايجارات ده انا هقول عليه لان هو بيتفرع لحاجتين. لو انت قاعد طبعا مع خمسة ستة زي ما الشباب وزي المصريين بيعملوا، وزي الناس طبعا خلي بالك فيها مافيا كبيرة بالنسبة للناس اللي عندها شقق. بيبقى مثلا دافع الرطة او دافع القسط بتاع الشقة مثلا 600 يورو او 700 يورو، يجيب له 6 7 انفار، بياخد على الواحد بس 250 يورو. دي تسعيرة السرير دلوقتي 250 يورو. شوف بقى هو عمل قد ايه وخد قد ايه وبتاع. فدي برضك تعتبر من ضمن الاستغلالات اللي احنا كنا بنتكلم عليها في المره اللي فاتت. بالنسبه بقى انت كتكلفتك، كتكلفتك انت كشخص ليك بتأجر سرير وبتاكل وبتشرب وكلام من ده، عندك 250 ايجار، عندك 300 يورو اكل. وخلي بالك 300 دي مربط على نفسك شويه. وعندك طبعا لو بتشرب سجاير عايز لك 150 200 يورو، احسب بقى. وكمان بقى إيه لو عندك مثلا كارت شحن بتاع كلام من ده. يعني متوسط تقريبا من 700 ل 800. يعني انت عايز لك مثلا عشان خاطر تقول انا عايش 700. 700 هقول لك 700 في 700. الشهر اللي هو 700. المتوسط. 700 ده يعني لحد كبير، يعني ايه معقول يعني. وخلي بالك متوسط بقى دخل الفرد هنا، بالظبط العامل هنا بياخد 1200 1300. ده العامل. وطبعا على حسب بقى، واحد هيجي يقول لك ايه ده انا باخد 1400 مثلا عشان خاطر شغال في مصنع، او شغال في حته نظيفه شويه، او شغال مع ايطالي، فالايطالي بيديله انضف شويه او بيديله اعلى شويه. ولكن كل الناس بتاخد 1200 1300. يعني انت لما تيجي تحسبها في الاخر هو بيوفر ايه؟ بيوفر 500 600 يورو في الآخر خالص. في الاخر خالص. ده خلي بالك ايه، ده لو شغال بس الصبح. في ناس طبعا عندها طموح وبتاع وكلام من ده وبتشتغل بالليل. ممكن شغلانه بالليل مثلا ينقل مثلا ديليفري مثلا بيتزا، شغال مثلا دخل إضافي يعني. دخل اضافي. ممكن يشتغل له مثلا 4 5 ساعات بالليل مثلا، يعمل له 500 600 يورو، فيلاقي نفسه ان هو مثلا معاه 1200. لما تيجي تحسبها في مصر 1200 دي واو. واخد بالك. بالظبط.